السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ كلامنا يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. النهاردة ان شاء الله اعرفكم طريقة تسييح الزبدة، وكمان تضيفي عليها مكون يزودلك الكمية وبنفس الوقت ان يديك الترميلة الكويسة الجميلة بتاعت الزبدة. معانا حوالي كيلو زبدة، اي نوع زبدة عندك، زبدة بلدي، زبدة بقري، عليها ازازة زيت لتر، بس يكون الزيت كويس، ذرة عافية كده يعني. هضيف عليها وهي قبل ما تسيح كيلو الزيت، وتدنك بقى تقلبي فيها كده لغاية لما تسيح معاكي ما شاء الله. دي كانت معايا زبدة بقري كده. بعد ما ساحت كده بالطريقة دي هحط حوالي ربع معلقة ملح صغيرة خالص عشان المرتة بتاعتك ما تبقاش حادقة وتعرفي تاكليها. وهنقلب الكمية كده مع بعضها. اللي وصل معايا الفيديو لغاية هنا ما ينساش يحط اللايك ويشترك في القناة ليوصلكوا كل جديد. وكده بدأت الزبدة بتاعتي تسيح وتفصل عن المرتة بتاعتها بالطريقة دي. وكده ما شاء الله فصلت عن المرتة، والمرتة نزلت تحت وهي الزبدة بقت فوق. ودي الكمية بتاعتنا من كيلو زبدة، عملنا 2 كيلو زبدة ما شاء الله، وريحة جميلة وترميلة جميلة جدا. هي انا كنت مستعجلة عليها علشان التصوير، هي طبعا لما هتنزل التلاجة هتجمد اكتر. شوفوا ما شاء الله الترميلة كويسة جدا، جربوها بالطريقة دي ما شاء الله. الله اكبر. لو حابه ان انت تسيحي الزبده خالص لوحدها، بس انا بعرفك ان في طريقه كويسه جدا، وانا دايما بعمل الطريقه دي وبتطلع حلوه معايا. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله، ترميله كويسه وريحه جميله جدا. وده كان فيديو النهارده، واشوف وشكم على خير لفيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا احلى متابعين.